ديال اقليم الناظور كامل. كما قال الاخ جواد، يعني حنايا فرحنا، نقولوا فرحنا زادت واحد المؤسسه استشفائيه جديده داخل الاقليم، وكان مفترض هذا الشيء غادي تكون اضافه للعرض الصحي كاين في الاقليم داخل الناظور. ولكن الانباء اللي كاينه والمعطيات المسربه كيقول لك انه الحسني يتجه نحو الاغلاق، وربما حتى انه العقار يقال انه تباع. وهنا خصنا ناكدوا من هذه المعطيات لان هذا الشيء اللي كيدار خطير. يعني جماعه بحجم جماعه الناظور اللي فيها 150,000 نسمه انها غادي تحرمها من خدمات اساسيه اللي المفروض انه وفق الخريطه الصحيه اللي كاينه ووفق المعايير الدوليه ديال الصحه انه على الاقل بعد مستعجله تيكون. اذا حنايا الا خلقنا الحسني واش غادي نفرضوا على الساكنه ديال الناظور وجماعه المجاورين اللي كتجي الناظور نقولوا تمشيو حتى لسلوان عاد، يعني مش عاد سلوان عاد الجماعه ديالنا تستوت. اذا هذا استهتار واستخفاف بالساكنه ديال الناظور، والمسؤوليه اكيد يعني كتحملوها جميع. حنايا كشيبه عامله كتنظيم شبيبي موازي للاتحاد المغربي للشغل دعينا هذا اللقاء، مشكورين الاخوان والاخوات جميع التنظيمات اللي حضروا، السيده البرلمانيه. وهذا الشيء ديال الصحه ماشي موضوع كما كان الموضوع ديال المزايدات، هذا موضوع يهم المستقبل ديال المدينه. كاين شي المزايدات كل مره كان مزايدات على الملعب دابا عاود القضاء هذا الملعب دابا عاود القضيه ديال الصحه. هذا خصو يكون في مركز النقاش. الراي العام بالنظر خصو يعرف انه غادي تحرم واحد الخدمه اساسيه ديال الحسنه اللي كان كدار. كنا كننظروا كمجتمع مدني كمناضلين كابناء المدينه انه تجود العرض الصحي داخل الحسنه، ودابا غادي نوليو حنايا نقولوا له حنايا خير عطيونا ذاك الحسن خليونا تما ذاك الحسن، وهذا اشكال كبير. خير عطينا ذاك الحسن باللي فيه بعد على الاقل في هذيك المستعجلات في شي قامه تما ولا كذا. اذا هذا امر مستعجل، لان الحضور اللي حضر اليوم حنايا كشبيبه كنا كنتمناو يكون الحضور اكبر. علاش؟ لان هذا الشيء كيهم الصحه ديال المواطن، راه بلا صحه راه ما كاين والو. اذا دابا واحد غدا ان شاء الله غدا قدر الله وقعت له خير مثلا حاجه بسيطه فين غادي يمشي؟ يعني الدوله كتقول لك ما عندك واحد في السبيطار، مشي للكلينيك، مشي للمصحات. اذا الشيء ديال هذا القطاع، اذا شنو خصنا دابا السؤال اللي اجتمعنا عليه شنو خصنا نديرو؟ ما خصنا ندخلوا نشي ندير من ينوض ارقي نمشي نسقر ديال الناظور بلي حنا يعني اسمو التوين خو تقل الاجتماع. يعني دابا الوزاره الوصيه كتجي كدير اجتماع هنا في الناظور كيشوفوا كي غادي يديروا كيقنعوا حقا نهزوا هنا نديروا هنا حقا غيدير لكم شويه ديال الدرك تما ندير لكم واحد الطريق كذا. هذا راه حق حتى الساكنه بحقها ديال الناظور، ماشي خصها فقط هذا المستشفى الاقليمي. بالعكس الناظور محتاجه حتى هي المستشفى الجامعي. علاش ما يدارش في الناظور؟ هذا هو المركز ديال المدينه. وكنا هذا المستشفى الاقليمي الجديد خصو غادي يكون اضافه وبتخصصات جداد ويضمن له الولوجيه كامل. اللي يجي من العلوي اللي مزايله من الناظور. اما دابا ديروا تما في الخلاق ونقولوا حقا فعلا نجيو نفرحوا حنايا يا خالق. وهذا السبيطار فوقاش كنسمعوا السبيطار غادي في السبيطار دابا شي 7 سنين فوقاش 10 سنين من الشغل. السبيطار ما كاين والو يبان بنايه كاينه مزيان ولكن اللي كنعرفوا كاين توفر خدمات هذاك السبيطار جديد. غدا غادي يقول لك راه مشى الدكتور انتقل وما وفرتيش البديل. غدا غادي يكون زوج هذاك المعايير 70,000 نسمه زوج، يعني بالمعايير ديال الدوله ديال وزاره الصحه يعني زوج 70,000 خصنا جوج المستشفى بالقرب في الناظور هنا جامعه الناظور. علاش ما يداش واحد في السونتر وواحد هنا؟ مثلا بحقنا الناظور علاش معايير كاين 70,000 اذا هذا خير. خلينا كنقولوا كنطالبوا بعد خير هذه المعايير اللي عندهم يطبقوها. المعايير اللي عند وزاره الصحه خصها تبقى وما تستناش ما تحرمش الساكنه ديال الناظور من واحد الخدمات الاساسيه اللي خصها تكون ولا بدون طالب نورمال بدون ذاك القانون ديالهم. كذلك هذا السبيطار اللي دار خصو يدير الولوجيه كما الجميع كيقول في المداخلات ديالهم الولوجيه والامن ويكون سبيطار بالمعنى ديال السبيطار. يعني ما بقينا هذوك الاسماء اللي كيديروهم هما في الناظور. واكيد المسؤوليه ديالنا كاملين كنقابيين كفعاليات المجتمع المدني كابناء الاقليم. واكيد حتى انا كنقدر خلق نديروا شي اطار شي لجنه
ونوسعوا هذه اللجنه، نفتحوا على الجميع، لا اللي حاضر ولا حتى اللي ما حاضرش، لان هذا الشيء ديال الجميع، نفتحوا على الجميع باش يترافعوا هذه الميدان، نترافعوا نضاليا، نترافعوا في الشارع وفين ما نترافعوا بجميع الوسائل، كل واحد يترافع من الموقع ديالو من اجل هذه الخدمات الاساسيه اللي خصها تبقى هنا في الناظور ويستافد الناظور منها. وتحيه.